قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم باريس سان جيرمان مبابي قد وقع عقد انتقاله إلى ريال مدريد. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائد منتخب فرنسا ارتبط قبل أسبوعين بعقد يمتد ل5 مواسم مع نادي العاصمة الإسبانية حتى عام 2029 ليصبح لاعبا لريال مدريد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي في صحيفة ماركا بابلو بولو من مدريد. سيد بابلو، أهلا بك معنا على بي إن سبورتس الإخبارية. إذا قضية كيليان مبابي شغلت الوسط الرياضي والكروي بشكل متواصل، وأنتم ذكرتم في ماركا أن أحد الأندية الكبرى في العالم دخل على خط المفاوضات في الأيام الأخيرة، ورد محيط اللاعب كان أن اللاعب بالفعل وقع مع ريال مدريد. إذا ما هي حيثيات هذا الخبر؟ نعم بالفعل. خبر ماركا اليوم يقول أن مبابي وقع لريال مدريد. الأمور بدأت فيما يخص سؤالكم بأن ناديا أوروبيا قبل بضعة أيام تواصل مع المحيط الخاص باللاعب ومحيط اللاعب أبلغ هذا النادي بأن اللاعب بالفعل وقع لريال مدريد، وهذا الخبر هو ما أدرجه زميلنا اليوم وفي موقعنا الإلكتروني الخاص بماركا. نعم، ذكرتم في الصحيفة أيضا أن مبابي أبلغ قبل 8 أشهر البي اس جي بأنه يرفض الموسم الثالث الاختياري في عقده. هل فعلا كان قد حسم أمره وقتها باللعب في ريال مدريد؟ نعم هذا الخبر أيضا صحيح، والإعلان الذي عقده مع رئيس نادي باريس سان جيرمان أبلغ رئيس نادي باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقده ولن يستمع إلى عروض جديدة من النادي الباريسي. وهذه البادرة التي وجهها لإدارة باريس أوردناها في خبر ماركا أن اللاعب أبلغ ريال مدريد أنه أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يقوم بتمديد تعاقده أكثر. وبالفعل الاتصالات التي جمعت مبابي وريال مدريد بشكل يومي في الأيام الأخيرة وذكرناها بالتفصيل. الاتفاق سيكون ل5 مواسم وبشكل منطقي في ريال مدريد. نعرف أنه لن يعلن حتى نهاية الموسم الأمر بشكل رسمي. نعم سيد بابلو، صحيفة ماركا ذكرت أيضا أن الريال أقنع اللاعب بتخفيض طلباته بشأن حقوق الصور، كما أن راتبه لن يتخطى سقف الموضوع من قبل النادي. هل يمكنك أن تزودنا بتفاصيل أكثر؟ نعم، الأمر ببساطة فيما يتعلق بمسألة الأموال أن اللاعب عندما بدأ التفاوض ريال مدريد أبلغ المحيطين به إذا كان في البداية يريد اللعب لريال مدريد، لأن النادي لم يكن يريد مسلسلات أخرى أو تفاصيل أخرى كما حدث الصيف الماضي. رد محيط اللاعب كان إيجابيا، واعتبارا من فبراير الماضي تم تفعيل هذا الاتفاق. ونعم حقيقي أن اللاعب سيقبل براتب أقل. ريال مدريد وضع شروطه في هذه الصفقة. أبلغ اللاعب أن العرض الذي قدمه للاعب عام 2022 لن يتكرر. النادي لم يعد يملك هذا الاحتياج الكبير له بالنظر إلى تألق بلينغهام ورودريغو مع ريال مدريد حاليا، لذا كان العرض يعتبر أقل من ذلك العرض الخاص بعام 2022. اللاعب كان ينتظر، كان يتوقع أن يحصل على 125 مليون، الآن سيحصل على 15 إلى 20 مليون سنة. نعم، السيد بابلو بولو صحفي في ماركا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مدريد. قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عقب التعادل مع ريو فايكانو إن المباراة كانت تسير بشكل جيد لمصلحة فريقه. وأضاف المدرب الإيطالي أن الذي تحقق في النهاية لا يلبي طموحات الفريق الملكي. لقد بدأنا المباراة بشكل جيد حقا وسجلنا هدفا.
كان من الممكن أن نسجل هدفا آخر، لكن تم إلغاء الهدف. كان كل شيء يسير على ما يرام. بعد ركلة جزاء المباراة تغيرت وأصبحت مباراة بها المزيد من الندية والمزيد من الخطورة، لذلك لم يكن من السهل العثور على أفكار لحل المشكلة. أعتقد أننا تنافسنا وفي النهاية التعادل لسنا راضين عنه. من جانبه أكد نييغو بيريز مدرب رايو فايكانو أن تغيير الجهاز الفني ومواجهة فريق بقيمة ريال مدريد شكل حافزا كبيرا للفريق، وذلك من أجل تقديم عرض جيد والخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر. بطبيعة الحال هنالك دائما ما يكون تأثير مباشر على اللاعبين مع تغيير المدرب ومواجهة فريق كبير مثل ريال مدريد، ولكن أعتقد أن التأثير الأهم هو تأثير الجمهور، كيف هذا الجمهور أزرنا في أصعب اللحظات في الموسم، وأعتقد أننا نحن ولدينا بالطبع علاقة رائعة جدا مع جمهور بايكاس. حقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بتغلبه خارج قواعده على مصادفه لوتن تاون ب2-1 ضمن الجولة 25. أعتقد أنه كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف. بعد توقيع هدفين أتيحت لنا فرص سانحة سواء لراشفورد أو غرناتشو. كان من الممكن أن تنتهي النتيجة ب3 أو 4 أهداف نظيفة. ارتكبنا عدد من الأخطاء وسمحنا للخصم ببعض العرضيات وبعض التسديدات. لقد استقبلنا هدفا وقام المنافس بالضغط علينا. لوتون تاون فريق جيد صحيح، خسر بعض المباريات، لكن في مناسبة واثنتين هذا الموسم بفارق هدفين، لذا فالأمر ليس بهذه السهولة خاصة في الأسابيع الأخيرة. كان أداؤهم جيدا جدا ونتائجهم ممتازة. الشيء الوحيد الذي لم نفعله بشكل جيد والفعالية أمام المرمى، لأن ريال مدريد مش في حاجة إلى مبابي بحاجة إلى ريال مدريد، أو خلينا نقول الاثنين محتاجين بعض. لا، بالنسبة لي أنا مبابي أكثر. أنت في رأيك اسم ريال مدريد أكبر؟ لأنه الريال فاز ب 14 لقب ويفوز بالألقاب، اللاعبين وين ما يروحوا لريال مدريد يفوزوا بالألقاب، ولهذا بالنسبة لي أنا أهم جدا أنه اللاعب هذا يغير. لكن هل توقيت مناسب أم لا؟ أعتقد إذا لو منسجم مع المسؤولين معناتها المسؤولين معناتها راضين بالتصريح هذا اللي قالوا يوم الثلاثاء عادي جدا. لكن أنا بالنسبة لي أنا التوقيت مش توقيت جيد. محمد، رأيك هناك من قال إن اختيار مبابي للتوقيت كان مدروسا لأنه جاء بعد مباراة الذهاب في الشامبيونز ليج اللي تقريبا قربت باريس سان جيرمان من ربع النهائي، مع احتمال مواجهة باريس سان جيرمان ريال مدريد في ربع النهائي من الشامبيونز ليج. أولا مين صاحب القرار؟ اللعيب، لأنه هو فري يا محمد في 6 شهور عقده خلص. فأنا أشوف إن هو من احترام للنادي إنه يعلن عن رغبته ويشيل الحرج عن النادي، لأن النادي متمسك بيه وعاوز يجدد معاه. بس كان يقدر يصرح مثلا في بداية يناير، صح؟ بداية دخوله في 6 شهور. لا، هيبقى في عروض وبتاع، لأن السوق مفتوح. والآن في عروض تقصد في يناير. أيوه. أوكي. فهو اختار التوقيت، خلاص السوق اتقفل وأنا خلاص مظبط مع حد وإحنا عارفين مين هو ريال مدريد. فأنا من الاحترام للنادي اللي أنا قضيت فيه 7 سنين وحققت معاه كل حاجة متاحة. دوري خد هداف، خد الدوري الفرنسي، وصل نهائي دوري الابطال، ممكن ما خدش معاهم دوري الابطال بس لسه ما زال في هذه البطوله حتى الان. فخلاص عاوز اغير، عاوز الطموح بتاعي. وما فيش يا محمد لعيب في العالم يرفض ريال مدريد. اللعيب اللي يرفض ريال مدريد دي في حاجه في دماغه، نتكلم بامان. فهو ما خلال فرنسا هو عمل كل حاجه مع باريس، فمن الان هو صاحب القرار. بس انت مع الاسلوب والطريقه والتوقيت؟ هو دلوقتي يعني مثلا ميسي لما اعلن رحيله كان موجود رئيس النادي ومؤتمر والموضوع كان في اتفاق وتنسيق بين الجميع والكل طلع والشكل كان نوعا ما مرتب. كل اداره لها شكل مختلف في التعامل. مين صاحب القرار يا محمد الان؟ لا صح، النادي متمسك بيه، فعاوز يرفع الحرج من عن النادي، يقول دي رغبتي وانا خلاص مش مكمل مع الفريق ودي نهايه هذا الموسم ونهايه الرحيل بالنسبه لي. فانا اشوف ان هو صاحب القرار، حر في انهي وقت يختار فيه التوقيت، والرغبه لاحترام النادي اللي قضى فيه 7 سنين بالنسبه لي. فانا اشوف ان هو تعامل مميز. وحتى الان رده فعل لويس إنريكي مش روتيشن، لا تعالى الفريق اكبر منك، تسمح له فرق النقاط وانت خلاص الصداره مضمونه، انما هتحتاجه، والفريق محتاج
مش مكان كيليان لعيب واحد يا محمد، محتاج 4-5 لعيبه كويسين عشان يقدروا يعوضوا غياب كيليان. التصريح هذا صار يوم الثلاثاء بعد الفوز، يوم الثلاثاء بعد الفوز على ريال سوسيداد. لكن هو طبيعي انه اللاعب هذا قضى 7 مواسم واعطى كل شيء لباريس سان جيرمان. يعني انت في رايك حان وقت الرحيل؟ بالنسبه لي انا حان وقت رحيل مبابي. وهو بطبيعه الحال كل لاعب كبير يحب يلعب في فريق كبير، في فريق القاب، اللي هو مش رايح اي فريق. ريال مدريد تقدم انه في تنسيق مسبق بينه وبين المسؤولين وخصوصا رئيس الجمعيه ناصر الخليفي. بس كابتن في المؤتمر الصحفي كلام انريكي يعني في تساؤلات كثيرة، لأنه هو ما جاوب جواب واضح. قال عندما يتم المناقشة بين الأطراف المختلفة داخل النادي سأقوم بالتصريح. يعني كان لما حنا مبابي ظهر وصرح، لكن ما في تنسيق بين الجميع لمثل هذا التصريح في هذا التوقيت. بالنسبة للمدرب لويس انريكي ما عندوش الحق باش يصرح قبل المسؤولين. ماهيش المهمة نتاعو باش يصرح أنه مبابي سيغادر، لا، المسؤولين اولا ومن بعد. يعني بالنسبه لي المسؤولين هم اللي باش يصرفوا. بس على كلامك كابتن يعني اللاعب ما كان لازم يصرح قبل الجميع، صح؟ ممكن. بالنسبه لي انا هل التوقيت جيد ام لا؟ ام هو منسجم مع رئيس النادي ومسؤولين؟ لان بالنسبه لي انا التوقيت ما هو جيد. توقيت ما هو جيد، لان اليوم إذا اتصال مهم خذ راحتك. إذا اتصال مهم خذ راحتك. أنا كمان مع محمد ونرجع لك.